لا كونيكسيون يا انصار النظام الجزائري اللي ماشي مليحه عندكم. راهو ماشي الصوت، انا الجيران راهم يضلوا يشكيو، راهم بالك ديبوزاو بيا 3 بلانت ولا ايه. احمد عطاف صراحه، انا احمد عطاف وقت تعيينه بحكم أن نعرفه من الديناصورات التي تم رسكلتها، لانه احمد عطاف قديم في الدبلوماسيه. قلت بانه انسان مهم، يعني كنت من اكثر المنتقدين اللي تعني، لكن صراحه مع الوقت انسان كيفاش نقولوها مضحكه ببساطه، يضحك. عنده واحد الجانب هكاك تاع البكائيات، تاع التمسكين، تاع طريقه في واحد النبره في الكلام. ما على باليش هكا تولي عندك جهته واحد العاطفه ايجابيه. أين نحن؟ أين الوزن؟ أين الهيبة؟ أين المواقف؟ أين الحليب؟ أين نحن؟ أجمع نسمعوا برك أحمد عطاف. إطلاع السيد رئيس الجمهورية بها بصفة مسبقة، أيوة، من قبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اللقاء الذي جمعهما يوم 13 شوال الماضي، أي منذ أكثر من شهر الله أكبر. ونصف الشهر. أحمد عطاف ويزيد النظام الجزائري يزيد يغرق روحه. قال لك منذ شهر ونصف الشهر. على واش راه يهضر أحمد عطاف؟ راه يقول لنا بلي منذ الشهر ونصف الشهر، ركزوا لي على ونصف الشهر، اطلع شيكورهم، عفوا نظيرهم الفرنسي ايمانويل ماكرون، اطلعهم بانه سيعترف بمغربيه الصحراء. صعيبه نقولها، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا الدوله اللي هاك خليتونا مع البوليساريو غارقين، درك حنا وانتم راكم في، انتم راكم على المحيط. المهم دونك احمد عطاف يقول عنده منذ الشهر ونصف الشهر تبون يعرف بانه فرنسا ستغير موقفها. راكم تعرفوا احنا علاقات حميميه مع فرنسا، مع ماكرون صاحب مقوله لا وجود لأمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي. هذه واش دخلها في الموضوع؟ المهم المقولة هو اللي قالها باش برك تعرفوا شكون هو ايمانويل ماكرون. وعندنا علاقة حميمية تما، دونك تم إعلام الطرف الجزائري قبل حتى ما تكون الدولة اللي هاك ربما على علم بالموضوع بأن فرنسا ستغير موقفها من قضية الصحراء. نروحوا لأول نقطة. أنا بحسن نية تفكرت، قلت كان واحد البيان صدر منذ أيام من وزارة الخارجية، مكتوبة من فوق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. يقول البيان: أخذت الحكومة الجزائرية البيان مؤرخ في 25 جويلية، يعني شهر ونصف الشهر قبل ما تبون وماكرون يكونوا في الجي 7. أخذت الحكومة الجزائرية علما بأسف كبير واستنكار شديد بالقرار الغير منتظر والغير الموفق والغير المجدي الغير المنتظر. وهو احمد عطاف اليوم على صباح ربي صبح علينا ندوه صحفيه. انا ما فهمتش اصلا النظام الجزائري هذا. منذ 4 ولا 5 ايام بيان على الصحراء المغربيه، منذ 24 ساعه بيان على الصحراء المغربيه،
سحب السفير على الصحراء المغربية، ندوة صحفية على الصحراء المغربية. ودي نتوما حابين توليو تحت سلطة الملك ولا واش بيكم؟ ها كل صباح نتوما البلاد هادي ما كانش موضوع واحد اخر نحكيو عليه، والجزائر ليس الطرف. ونعم ليس الطرف، لكن هادي كامل ولستم طرفا. لو كان جيتو طرف تسمى تمدوا الجزائر للبوليساريو ولا وشوا. نتوما لستم طرف. النظام الجزائري يريد الجنسية المغربية باش يروحوا يشوفوا كاس العالم 2030. راه ما كانش بلاد فوق وجه الكرة الأرضية تحكي على بلاد واحدة أخرى. شوف الهند وباكستان، راكم تعرفوا العلاقات بيناتهم، الإشكاليات التاريخية. تسمى بلاد وحدة أصلا. الناس اللي ربما بلا ما نرجعوا للبعد التاريخي تاع ما يحدث في البلدين، لكن هم بلد واحد في الأصل. وما تسمعهمش يهضروا على بعضهم بنفس يوميا. صاحبي وزارة الخارجية الجزائرية صارت تقول ما تقدرش حتى تفرق، تقول هذه وزارة الخارجية تاع البوليساريو ولا وزارة الخارجية تاع اقليم ما على باليش مكناس ولا ما فهمتش انا. راه بزاف، خصوصا انكم درتوا هذاك البيان هذا تاع 4 ولا 5 ايام. ما فهمتش علاش داروا البيان هذا. دونك نعاودوا الكيتو كراه من جد باباكم والمواضيع تاعكم. دونك البيان هذا نزيدو نعاودو نكملوا مع احمد عطاف واش راح يقول لنا، ومن بعد نركزوا اكثر على هامش اجتماع مجموعة السبع بمدينة باري الإيطالية. نعم. على بالكم باش درت قبيل الفيديو، باش درت مقطع من احمد عطاف، درت له فوا 5 التسريع هذاك 5 مرات باش قدر باش يكون كشغل كائن بشري قاعد يتكلم 5 مرات. صاحبي واش الطريقه هذه في الكلام؟ اصلا راح تردنا كامل نهضروا كيما نتوما. اللهم في البكائيه عينا نحن. جات فور هذيك او نعاودو نسمعوها. أين نحن؟ أين الماء؟ أين الحليب؟ أين الصحراء؟ عفوا. وبهذه المناسبة أكد الرئيس الفرنسي في تبريراته وتعليلاته للتغيير الذي كان يحضر له ويعبد الطريق لتفعيله على المعطيات التالية. أن هذه الخطوة ليست بالجديدة. عباك لو كان أحمد عطاف طلع معايا، لو كان راني هبطتو عندي، ولا تأتي بالجديد، وأنها فقط تذكير بموقف فرنسي كانت قد أعربت عنه فرنسا في 2007 لدى تقديم خطة الحكم الذاتي من طرف المملكة المغربية. جاتو صعيبة المملكة المغربية، تحس بالألم. نتنفس شوية. دونك ندوة صحفية مع صباح ربي. عاجل اجري احمد عطاف وزير الخارجية الجزائرية، ندوة صحفية، الناس راهي تنتظر واش راح يقول واش كدا واش.
اولا قال لك بانه القرار كانوا يعرفونه منذ شهر ونصف، دونك علاش ما خبرتوناش منذ شهر ونصف وخبرتونا منذ اسبوع؟ واي علاش؟ ودوك نقول لكم لماذا انا. ومن بعد يقول لك فيه تبريراته وتعليلاته، يتكلم على ماكرون، قال لك بانه ماكرون قال لتبون بانه الموقف الفرنسي راه تاكيد برك على ما جاء من قبل. نتوما حاطيننا، ما فهمتش انا، نتوما حاطيننا حميره، نتوما حاطيننا حب. معليش صح، هو ملايين الجزائريين يعني بصراحه رانا نشوفوا فيه يوميا، عندنا اشكاليه فكريه كبيره، بصح ميم واحد حبه حمص في الراس ما كانش، مش كيتش تقدر تلعب به في القضيه هذه. كيفاش تسمى؟ انا نعرف الموضوع خير منك احمد عطاف. راهي فرنسا، راهي فرنسا اعترفت بخيار الحكم الذاتي سنة 2007. يا حيوانات، يا النظام الجزائري اعترفت. راكم انتم راكم على بالكم، لكن تحاولوا ما على باليش قاعدين تكذبوا. فرنسا اعترفت بخيار الحكم الذاتي سنة 2007 في إطار كحل واحد من الحلول. ما تغير اليوم انه فرنسا قاعده تقول لك هذاك هو الاطار الوحيد، قاعده تقول لك هذاك البوليساريو راهو في تندو فيه، احكموا عندكم سي فيني، جيم اوفر. فرنسا كتبت لكم جيم اوفر. شفت كي تلعب بكري هذوك لي جو وفي وقته كومام، حتى لو كان ديناصور كان يلعبهم شويه، مع الاخر تجي جيم اوفر. خلاص في القضيه تاع البوليساريو خلص الفيلم، سي بون، سلام علينا. 50 سنه راحوا لنا ملايير الدولارات، العرايه تاع البوليساريو في جمهوريه تندوف، جمهوريه تندوف في بطاطيشها، خلصت الحكايه، خلص الفيلم. درك حنا ندبروا راسنا نشوفوا كيفاش نديروا مع العرايه هادو تاع البوليساريو. مي راه ما يمكنش تقول انه تبريرات وتعليلات ايمانويل ماكرون يعني على اساس راح تقول لنا بان الموقف الفرنسي راه يتغير. واش راك تحكي انت؟ دركا كنت نشوف فقط بين قوسين، سامحوني برك باسكو الامور تجي راكم تعرفوا، ما يكونش الوقت باش الانسان يجمع كل شيء. استنى هذا يدير التحديث تاعو. شكون هذا مبلوكيه؟ او ما تزيدوش تهضرونا على القضيه تاع السفير الجزائري، نتوما ما تراطيو والو. على بالكم باللي كاين اللي فاقوا بانه السفير الجزائري اللي تم سحبه من فرنسا هو نفس السفير اللي تم سحبه من اسبانيا وقت داروا ازمه مع اسبانيا في قضيه الصحراء. حنا نسحبوا خويا، نسحبوا، نحبوا الانسحاب. شوكر الانسحاب خويا. والسفير هذا اختصاصي اكبر منسحب عرفته البشريه، منين يروح يسحبوه. هو اصلا على بالكم السفير هذا سفير الجزائر في فرنسا، على بالكم واش يدير؟ وين يلقى وحده دارت هذوك عاد يمولوا هذوك تاع الطبخ. كاين صندوق، الناس باش تفهم هذه القضيه كيفاه، معليش نفتحوا قوس على الموضوع هذا. كاين اون كاس نوار، صندوق اسود في السفاره الجزائريه في باريس. على اساس هي هذه الفكره جات في وقت بوتفليقه، وقتها لما كان وزير الخارجيه في وقت بوخروبه، وكانت بوتفليقه كان يستعملها كطريقه لتحويل الاموال لشخصه، يعني لانه هو كان يحب يعيش. تعرفوا القصه؟ لو كان نبداو نفتحوا في الاقواس ونحكيو على القصه تاع بوتفليقه في الفنادق الباريسيه، حكاها فاليري جيسكار ديستان في المذكرات تاعو، رئيس فرنسي سابق. لا علينا، هذا الموضوع نخليوه بعد
بعد الثانية صباحا كش نهار. دونك قلت لكم كانت تاريخيا هذه لاكاس نوار، الصندوق الاسود تاع السفاره. ايبا درك هذا السفير عاد الخدمه تاعو منين يلقى وحده دارت هذوك الحكايات، هذوك القفطان، وحده دارت شراك العريان، هذيك الخطره وحده مدايره هذاك كيفاش اسمها هذيك تاع المغرب، هذيك اللي يديروها زميطه ولا ماشي سلو هو نفس الشيء، بالك في المناطق كاين اختلاف. منين يلقى وحده يروح يصدم هو والسفاره كامل. يقول لك التراث يا خو التراث. هذا هو دور السفير الجزائري. نهار وحده مدايره بو، قالوا لها هذه واش هي؟ قالت لهم هذه زميطه ديالنا. تاعنا ماشي ديالنا. هذا هو الدور تاعو. دونك سحبوه، درك يضرب شويه مسكين، حرموه من الالعاب الاولمبيه، بعد الانتخابات يعاود يرجع للمنصب تاعو. هذه هي القصه وما فيها. كنت راح نجيب لكم او دار الميزاجور. دوك نرجعوا للعطاف فقط في قضيه باسكو ما تكلمناش بزاف البارح. جبنا ولو انه جبنا ردود الافعال البارح في فرنسا وما الى ذلك. بي اف ام تي في دركا لا دوزيام شين دانفو دو فرانس، الثانيه ماشي الاولى لانه الاولى صارت سي نيوز الان. العنوان يقول اسباني ايتازوني فرانس، le Maroc multiplie les victoires sur le Sahara occidental. قال لك اسبانيا، الولايات المتحده الامريكيه، فرنسا، المغرب يعدد يعني النجاحات في قضيه الصحراء الغربيه. ماشي حنا اللي رانا نقولوا، او ماشي درك هادو تاني عملاء المخزن. او كان واحد اسعد انسان فوق وجه الكره الارضيه في الساعات الاخيره، كيفاش سمو هذاك رشيد مباركي على ما اظن، اللي طرد من بي اف ام تي في بسبب قضيه الصحراء. قال لك depuis la reconnaissance par l'administration américaine de Donald Trump en 2020 de sa souveraineté sur le Sahara occidental. قال لك منذ اعتراف الإدارة الأمريكية لدونالد ترامب سنة 2020 بمغربية الصحراء، le Maroc a obtenu que plusieurs autres pays, dont l'Espagne et désormais la France, appuient son plan pour ce territoire revendiqué par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario. قال لك أنه منذ الاعتراف تاع دونالد ترامب بمغربية الصحراء، يعني المغرب عدد حصل على عدة اعترافات بمغربية الصحراء. وهنا يتكلموا عن المواقف الإسبانية والفرنسية، ومن بعد المقال ما فيش الجديد صراحة. Voilà. يقول لك sans reconnaître expressément la marocanité du Sahara occidental, le président français Emmanuel Macron, dans une lettre, dit considérer que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. هذه اصلا مصطلح تاع الصحراء المغربيه ومصطلح داخلي في المغرب. هما يقولوا بانه ما استعملش مصطلح لا ماروكانيتي دو ساغا، ما عندها حتى معنى. اقاليم جنوبيه، دو مومون كو الاقاليم الجنوبيه راهي في المغرب، خلصت الحكايه على كل حال. وهنا وحده يساريه، اليساريين هم الوحيدين اليسار المتطرف كتبت بانه هذا الاعتراف قالت لك اباري كوم اون بروفوكاسيون كي بيتي لو دروا انترناسيونال، قالت بانه هذا يظهر وكانه دوس على المبادئ الدوليه. وهذا الكلام قالته ايضا تياسا اللي هو بوق تاع النظام الجزائري. هذه جريده الكترونيه تم انشاؤها منذ 10 سنوات على ما اظن، لم تخني الذاكره، وكانت دائما مموله من طرف النظام الجزائري بتعاقب الحكومات وغير ذلك. رد عليهم هو غزافي دريونكور الحقره يا خويا.
سفير فرنسا الأسبق في الجزائر اللي قال لهم ce n'est pas une provocation c'est du pragmatisme face à un statu quo qui devenait stérile. قال لها بأنه هذا ليس استفزاز بل هي براغماتية، تغيير فرنسا موقفها. وتعرفوا بأنه غزافيي دغيونكور كان واحد في السنتين الأخيرتين هو اللي شن هجمة في قضية هذه أنه إيمانويل ماكرون مصر على أنه يستميل النظام الجزائري وغير ذلك. هو كان دائما يقول بأنه لا فائدة من ذلك. اليوم راه وصل للنتيجة، لأنه هو كان حتى هذه قضية الاعتراف بمغربية الصحراء هو واحد من المهندسين تاعها صراحة، يعني باش من ودايوغ أعطى حوار. وتعرفوا بأنه غزافيي دغيونكور الرئيس المعين عبد المجيد تبون تكلم عليه عدة مرات، يضل ما يذكروش بالاسم باسكو حنا ما نذكروش بالاسم. تبون يدير ازمه دبلوماسيه مع الامارات ما يذكرش اسمها، حنا نخافوا يا خو، حنا القوه الضاربه فحنا ننسحبوا حتى باش نذكروا الاسماء ننسحبوا، نجيو نذكروا الاسم بعد نذكروا باللي لازم ننسحبوا. دونك الامارات ما نسميوهاش، غزافيي دغيونكور ما نسميوهاش. اليوم عطى حوار جريدة لو فيغارو غدوه نتكلموا عليه بتفاصيل اكبر، لكن نعطي لكم فقط ما يحدث في يقول غزافيي دغيونكور باش تفهموا ايضا لماذا فرنسا غيرت من موقفها. يقول لك لي زونتربريز فرونسيز اون دافونتاج دانتيغي او ماروك اون الجيري. يقول لك بان الشركات الفرنسيه عندها مصالح اكبر في المغرب من الجزائر. Le gouvernement français a considéré que le statu quo sur le Sahara occidental n'était pas payant. واعتبرت الحكومة الفرنسية بأنه لو ستاتيو كو يعني أنه الوضع يبقى على حاله في قضية الصحراء يعني قضية غير مربحة. Il est donc préparé à une éventuelle crise. هنا يقول لك بأنه فرنسا مستعدة لأنه تكون أزمة مع النظام الجزائري. وأني قلت لكم أصلا ما حدث مع إسبانيا، أنا قلتها وقت لما بدات القضية مع إسبانيا، قلت بأنه هذه راح تكون عبرة للدول الأخرى. يقول لك هذا النظام الجزائري اللي يسحب سفيره من إسبانيا هو نفس السفير اللي سحب من فرنسا، وتبون يصرح. تذكروا اللي أنا كنت تكلمت عن القضية هذه لساعات طويلة. يقول لك لن يعود السفير الجزائري إلى إسبانيا إلا بسقوط حكومة سانشيز أو بتراجع إسبانيا على موقفها. إسبانيا لم تتراجع على موقفها، حكومة سانشيز باقية وتتمدد. أكتوبر 2023 النظام الجزائري يركع ويتوسل مطأطئ الرأس ويطلب إعادة تعيين سفير له في إسبانيا. دونك علاش الان دوائر السلطه في فرنسا يقول لك لا وزن لا هيبه لا مواقف، علاش نعطيو لهم اي اعتبار؟ عندك بلد من الجهه الاخرى اللي هو مهم جدا بالنسبه لفرنسا اللي هو المملكه المغربيه، عندك القياده تاعو يقول لك بانه المغرب يرى العالم بعيون الصحراء المغربية، وعندك النظام الجزائري لا وزن لا هيبة لا مواقف يرجع راكعا صغيرا مطأطئ الرأس منبطحا مع إسبانيا. يقول لك نروح ندير واش عندي، نفضل انه يدغدغوا المملكة المغربية وخلي النظام الجزائري راهو يرجع بعد الانتخابات. وهذا هو ما تقوله كل الطبقة السياسية. دايوغ زاد خرجت لهم هذه ما تكلمناش عليها، كاين واحد الشابة مغربية طالبة كبرت على ما أظن في المغربة وجات لفرنسا والآن صارت برلمانية. هاي الشابة هذه وقالت على ما أظن في عمرها 23 سنة، حنان منصوري، قالت je dépose une proposition de résolution visant à ancrer définitivement le soutien de la France au Sahara occidental marocain. قالت لك بأنها راح تقدم عريضة من أجل أنه البرلمان الفرنسي يعني يثبت هذا الموقف من أجل اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء.
حنا فاشلين، النظام الجزائري فاشل في كلش، حتى في اللوبيين، لانه هذا يعتبر لوبيين، هادو انه تكون شابه مثل هذه مغربيه فرانكو مغربيه لكنها طالبه، يعني رمضان جات كطالبه الى فرنسا وقدرت تدخل الان للبرلمان. تشوف مثلا الحكومه الفرنسيه عندك رشيده داتي اللي هي يعني تقدس بلدها اللي هو المغرب كما اكثر ربما حتى من فرنسا، وهي وزيره الثقافه فرنسيه، واللي قالت بانها واحده من اكبر، وحقيقه هي واحده من اكبر المهندسين تاع هذا الاعتراف. يعني احنا فاشلين في اللوبيين، فاشلين في انه نعطيو قيمه لنفسنا. العالم راه يرى ما يحدث، ما حدث مع اسبانيا راه العالم كامل شافوه. 2022 النظام الجزائري يقول لك نظهر العين الحمراء، 2023 رجعوا لنا السفير تعيشوا، رجاء تعيشوا رجعوا لنا السفير. اسبانيا خلاتهم شهرين وهم منبطحين راكعين مطأطئين الراس صغيرين، وهم يستناو في انه اسبانيا تقبل اعاده تعيين سفير جزائري في اسبانيا. شهرين 2 موا قالوا لهم زلطوا التفرعين نيفوا الخساره، اركع درك، اركع شهرين وانت راكع. هاو النظام الجزائري لا وزن لا هيبه لا مواقف. شوف لافروف لما قال لا وزن لا هيبه لا مواقف لخص كل شيء، ما تحتاج شيء اخر، لا وزن لا هيبه لا مواقف. هاو لماذا ايمانويل ماكرون درك حنا نقدروا نبكي حنا باسكو عندك انصار النظام الجزائري يبكيو ويحبوا يبكيو، البكاء والنواح. حنا هكا ننسحبوا نبكيو، حقرونا. من 62 اول عباره قالها، من اول العبارات اللي قالهم احمد بن بله اول رئيس للجزائر، حقرونا المراركه وبقينا حقرونا تامروا علينا، استهدفونا، حقرونا، ما يحبوناش، يكرهونا. حنا شوكر، حنا هايلين، حنا الشهداء، بصح يكرهونا. فرنسا يكرهونا، يغيروا منا يا خو. المغرب يكرهونا، هادوك مروك، ليبيا يكرهونا يغيروا منا، تونس كيف. الامارات يحلموا يكونوا جزائريين، السعوديه ما يقدروش يرفعوا راسهم معانا، يكرهونا. العالم يكرهنا اخويا باسكو عندنا الطوابير، عندنا الشهداء عفوا. علاش يكرهك؟ علاش يستهدفك؟ شكون سامع بيك؟ بلادنا مزبله، الجزائر العاصمه مزبله نفسها، بلا ما نتكلم عن الولايات الاخرى. دبلوماسيا غير الفضايح، اقتصاد ما كانش، شركات ناجحه ما كانش، وزنو هيبه ومواقف ما كانش، ستاربكس ما كانش. علاش يستهدفوك؟ وكتاش تقابلوا رواسكم في هكا وتبداو تشوفوا في المرآة من نحن؟ شكون حنا اللي عندنا عرايه مستعمرين تندوف وداولنا ملايير الدولارات. مازال دركا باقيين، لازم نكملوا في نوريكم حاجه مرتبطه بالهوس هذا قبل ما نزيدو نرجعوا لاحمد عطاف. كنشوف استنى تشوف، وشفتو كاين هذه القضيه هذيك تاع تشوفوا هذيك وقت يعني كنا هضرت عليها انا، هذيك واحده الرياضيه جزائريه اقصيت من منافسه من بطوله عالم لانه لقاو عندها الهرمون تاع التستوستيرون طالع بزاف. اوكي زاد دركا في الالعاب الاولمبيه قبل حتى ما تلعب الناس كثر قال لك بانه هذا رجل متحول، بحكم انه ربما في المظهر وغير ذلك. حتى المنافسه تاع على ما اظن ايطاليه ولا كي تشوف صراحه كاينه اشكال. انا مانيش راح ندخل ما على باليش التفاصيل وكلش، ربي يسهل على كل واحد. القضيه هذه تكلموا عليها في الولايات المتحده الامريكيه،
وصلت حتى لإيلون ماسك شخصيا. إيلون ماسك تكلم على الموضوع. اوكي إيلون ماسك الناس راهم يقولوا كيفاش واحد متحول يلعب في الأولمبياد، وهذه أصلا مع الافتتاح اللي صرا والإشكالية في الجزائر. نتكلموا على إيلون ماسك، نتكلموا على الناس اللي نددوا بهذا، ومن حقهم، لأنه صوريا هكا القضية تطرح علامات استفهام من حق كل واحد. وهذا أصلا النقاش تاع مشاركة المتحولين جنسيا هادو في المنافسات الرياضية النسوية، اللي قادر حتى يشكل خطر على المتنافسين، يعني السيدات اللي يلعبوا الرياضات هذه. نسمع في ما يتم تداوله، سنا نسمعوا هذا. إيمان خليف نوتخ شامبيون ماروكان ودي الحقها في داك ايفينمون سبورتيف. دروك ايمان راهي في لي جوز اولمبيك وعندها كومبا وراهي قريب تجيب لنا الميداي ان شاء الله. دروك مالوريزمون دي باج ماروكان ودي باج كبار راهم يعايروا فيها وراهم يتنمروا عليها وراهم يتهموا فيها باللي ايمان خليف سيدا. حبيبنا قال لك دي باج ماروكان، العالم كامل راهو يهضر عليها هذه السيده. الولايات المتحده الامريكيه في فرنسا خصوصا اليمين المتطرف وكذا، قال لك هو المروك القجع، المروك القجع. وهي صراحه انا اللي قاعد نشوفها، انا قلت لك ايلون ماسك يشدك وما ادراك ما ايلون ماسك، وتكلم على الموضوع جاتو غريبه. قال لك يعني رجل اللي يشارك في منافسات ولا متحول يشارك في مهبال البلاد هذه، حتى هذه دخلتوا فيها المروك. راه العالم كامل قاعد يهضر على الموضوع. راه شوقي بن زهراء قاعد يطرح علامات استفهام صراحه. انا كي شفت الايطاليه هذيك وشفت هذا، سينو يلفو اغيتي، الانسان لازم يحبس. حنا ما يهضروش علينا، كي يهضروا علينا بالفضايح. جامي هكا قال ميداليه ذهبيه ولا كذا، ولا نرفعوا راسنا شويه. الموضوع انه منذ 6 أشهر على بالنا بسيجورني وزير الخارجيه الفرنسي واش قال في الموضوع. علاش النظام الجزائري قاعد يقول لك بانه غير منتظره؟ معناتها انه البيان اللي صدر منذ ايام، وقلت لكم انا لما صدر ذلك البيان تم حذفه من الصفحات الرسميه لوزاره الخارجيه وبقى في وكاله الانباء. زريبه البلاد هذه. روحوا البيان هذاك، ماشي البيان تاع سحب السفير، البيان اللي منذ 5 ولا 6 ايام اللي قال لك بانه نتاسف ونندد ونستنكر، حذف من الصفحات الرسميه لوزاره الخارجيه وبقى في وكاله الانباء. يعني انه في البلد هذا هناك الجهه اللي تتكلم اليوم اللي هي وزير الخارجيه احمد عطاف، ليست نفس الجهه اللي اصدرت البيان باسم وزاره الخارجيه منذ ايام. زريبه اسطبل. كي نقول لكم زريبه انا مانيش غلط، ليست فيها ادنى مبالغه. او اسطبلوا ما تصراش فيه هكا جدك، اسطبلوا ما تصراش فيه هكا. وش هو الرساله تاعكم من القضيه هذه؟ السي خونا كان بالاحضان، واللي يقول لك ربما بانه الاحضان هذه كانت قبل ما ماكرون يعلن تبون، ام التقوا غداة هذا اللقاء. ولما قال لك تبون راه دار لمحمد بن زايد هك انصار النظام الجزائري. يا جماعه على بركه الله، وما تحكيوناش على اللي بعثوه الجنه في طهران. حنا رانا نحكيو على، حنا رانا هنا بعثوه الجنه، الله يرحمه الله يرحم صباطو الحذاء تاعو. لا الحذاء تاعو يكون حي يرزق، انا نقول الحذاء ما بعثتوش اسرائيل الجنه، راهو في قطر. تفضلوا. الله المستعان. جماعه نوصلوا برك 300